في هذا اليوم يوم السبت من 28 ربيع الأول لعام 47 و400 ألف الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، أقمنا اليوم القرآني في هذه الدار، وكان فيه أكثر من 120 طالبا ما بين حفاظ أو حافظين لثلثين أو 3/3 أو نصف القرآن أو أقل أو أكثر. أقمنا هذا اليوم القرآني وقد أقمنا قبله يعني عدة مرات، وفي هذا اليوم وجدنا التفاعل للطلاب والحماس أكثر من الأيام الماضية، والحمد لله أتممنا هذا اليوم على خير وتم على خير، فمنهم من سرد نصف القرآن ومنهم أكثر من ذلك، وبعضهم سيكمل القرآن إن شاء الله في الليلة هذه القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لما في صدورنا وذهابا لأسقامنا، وأن ينصر إخواننا في أرض غزة وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع. آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك قام مركز دار الحديث بمأرب هذا البرنامج المبارك، برنامج اليوم القرآني، الذي يسر لكثير من الطلاب تسميع مقررهم كله أو غالبه. وثمرة هذا اليوم أن يعين الطالب على مراجعة محفوظه كاملا بإذن الله تبارك وتعالى، والذي أسأل الله أن يجعله عامرا بالخيرات والبركات. ونرجو من إدارة المركز في المرة المقبلة أن يكثروا من المدرسين والمعلمين، فقد حصل بعض العجز في هذا اليوم، ولكننا بحمد الله قد تخطيناه وتجاوزناه، ولله الحمد والمنة. بالقرآن برحمه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى